السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه حبايبي وحشتوني من الفيديو اللي فات. طبعا ده اليوم بقى اللي رحنا في المول من ساعتها والله وانا عيانه. ادعوا لي ربنا يوفقني. بصوا، هو المول كانوا معاني التصوير اللي عشان حقوق يعني الاخرين ممنوع الواحد يصور، فانا صورت على قد ما اقدر شويه لقطات بسيطه من غير ما حد ياخد باله. يعني لو تصوير صريح هم هناك رافضين التصوير علشان في ناس مش حابه تظهر وكده، وانا نفسي ما بظهرش، يعني حسيت ان كلامهم صح. المهم انا صورت لكم كده جوله حلوه قوي، انا اتبسطت جدا في المول ده واليوم كان حلو قوي قوي قوي. ربنا يبارك لك يا استاذ بلال ويجعلك دايما كده بالخير سباق ودايما معانا وجابر خواطرنا انا وكل الناس. ربنا يكتب لكل الناس الخير ويسعدهم يا رب. اليوم كان حلو قوي قوي بجد والله. اليوم انا اول مره اروح مول شبه كده بصراحه. يعني هي انا بروح عند ماما، بروح عند اخويا، وكنت بروح عند اختي رحمه الله عليها، ويعني قليل قوي لو يعني رحنا مكان. يعني انتوا عارفين الظروف الحياتيه والضغوطات وكده، فبيبقى في مصاريف دراسه ودروس وحاجات يعني بتبقى ليها اولويات. بس اليوم ده فرق معايا كتير جدا جدا جدا، الا الكراميلو يا استاذ بلال. الكراميلو عقلة وسرع ضربات القلب عندي، سرع ضربات القلب عندي جدا. هو مشروب طاقه، شبه مشروب الطاقه كده يا جماعه. هو تقريبا ده لما يتشرب على الصبح كده يعمل باور كده للبني ادم وهو رايح الشغل مثلا، يفضل طول النهار مصحصح كده. انا شربت بقى وفضلت صاحيه طول الليل ما نمتش، ما فيش نوم. نوم مع الكراميلو. يس انا نو سليبنج مع الكراميلو. معرفش بقى، ميكاتو. يلا، ايه رايكم في الفيديو؟ انا طبعا حد كده بركاوي وعلى الله حكايتي الحمد لله. ما اعرفش في التنسيق ولا اكتب بقى كلام هقوله على الفيديو ولا الكلام ده. يعني انا بفتح الفيديو وبسجل عليه كده بالبركه. المهم لقيت بقى الميكاتو كراميلو ده منتشر جدا ومشهور، انا بس اللي ما كنتش عارفاه على فكره. يعني هو موجود في كل الكافيهات اللي موجوده في البلد، وموجود في المول ده في كل الكافيهات اللي موجوده، وبيتعمل بكذا شكل وساقع وسخن، وفي انواع تانية كمان كتيره جدا اسامي عنجليزيه كده. بس انا طلبت الميكاتو كراميلو انا وولادي، واخويا هو بس اللي طلب حاجه تانية كده والله ما مش عارفه اقول اسمها، حاجه زي البودنجي حاجه كده. برضو كان في شوكولاتات وكريمات وحاجات كده. المهم انا اوريك اهو. بصوا، انا كنت متفقه معاه ان هو هيعمله قدامي، وبعدين انا قعدت الف في المول ورحنا كلنا فاتاخرت جدا. انا شربت الميكاتو وكنت يعني اخر طلب طلع من الكافيه، لان هم بيقفلوا بدري جدا، ليهم ميعاد بيقفلوا فيه. ده طفطف عربيه صغيره كده للاطفال بيلفوا بيها المول كله، بيتفرجوا على المول كله من خلال الطفطف ده ببلاش. اي حد يعني بيركب عادي، اطفال صغيره ومع مثلا مامتهم ولا حاجه بياخدوا زي جوله كده ده السير دوت بيودي على كارفور. في كارفور كمان في المول ده كان رائع، انا عملت تسوق فيه على قد ما قدرت، حاولت اصور. برده ممنوع التصوير، مش بيحبوا التصوير هناك خالص، يعني ضد التصوير. فانا خدت لقطات بسيطه. جبت حاجات كتير قوي في اليوم ده. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، يجعله بالخير على اولادي يا رب، وييسر امرهم ويجعله بالخير والبركه عليا وعلى اولادي. بسم الله ما شاء الله. جبت شويه حاجات مشتريات حلوه، يعني حاجات يعني حاولت اجيب حاجات غريبه اللي هو انا مش هلاقيها بره المول ده. انا عندي مثلا سوبر ماركت او بقاله جنبي، حاولت اختار حاجات تكون مش موجوده مش متاحه قدامي، زي انواع الجبن اللي انا جبتها كلها غريبه جدا، عمري ما يعني كلهم كده حاجات جديده بالنسبه لي. الزبده اللي هي الفرن ديت، في حاجات كتير قوي يعني. كان في حاجات في المول كتير. بص ده حسين بقى والولد الصغير ده تعرف علينا، فضل معانا طول اليوم. كان اول مره يروحوا برضه. ده مكان كده فيه ادوات للرياضيه. كنت رايحه اشوف المشايه، نفسي اجيب مشايه اللي هي بالكهرباء دي، علشان الادويه اللي انا باخدها فيها كورتيزون، يعني تعبانه جدا وغير شكلي جدا. يا رب يشفيني ويشفي كل مريض يا رب، بحق محمد وآل محمد. لسه هاخدها لمده 6 شهور، فكنت رحت شفت المشايه فلقيت اسعارها خيال يعني. دي بقى حاجات كده كتير هناك. الكلافزات دي بتاعت البوكس، شروق جربتها وحسين والولد الصغير ده، وكان يوم بصراحه احنا اتبسطنا. حتى انا جربت كل المشايه والعجله وكل الحاجات اللي موجوده هناك. من حقك تجربي اي حاجه يعني. هنا بقى قعدنا ندور على الجبنه البوك يا استاذ بلال، لفينا عليها المول كله، فلقينا في حاجات شبيهه ليها، انواع يعني مزارع دينا والبقره الضاحكه واللي تحت دوت جبت منه. هي دي اقرب حاجه للبوك، وغاليه جدا على فكره، بس بصراحه طعمها حلو عشان ما بقاش كدابه، يعني طعمها حلو. جبت واحده برده البقره الضاحكه وواحده بريزدون مع واحده البرطمان الكبير من تحت. جبت حاجات كتير في اليوم ده. اللهم بارك يا رب ييسر امره. جبت كيري كمان، كيري غاليه قوي بس طعمها حلو. جبت برده جبنه من دي، بيقولوا ان هي بتتحط في السندوتشات وبتسيح وحاجات من دي، جبنه برده. وجبنا العلبه اللي هناك دي كان فيها كيري سايبه ومعاها بسكويت كده. المهم يعني ايه، اليوم كان حلو قوي قوي، وانا حبيت اخدكم معايا في التجربه. صورت بسيط قوي، في حاجات كتير هناك كانت تصور حلو قوي.
وممتعه يعني. بس كان زي ما قلت لكم ممنوع التصوير، لكن المكان ده كان رايق كده، ما فيهوش ناس كتير. حتى الخضروات هناك واللحوم والفراخ يعني حلوه قوي، معموله بشكل حلو. يعني بشكر كل الناس اللي معايا في القناه الفتره الاخيره، ربنا يجعل كل حاجه بتحصل لي في ميزان حسناتكم. بشكر ربنا قبل اي حد، حسيت ان ربنا استجاب دعواتي ودعوات امي ليا في العوض الجميل. يعني كنت يا رب دايما بقول يا رب عوضني العوض الجميل، واللهم صبرا اللهم صبرا. ايه رايكم بقى حاجه كده فاخر من الاخر؟ بسم الله ما شاء الله. انا جبت لحمه برضو وليها اسم، يعني هناك اللحمه كمان كل قطعه ليها اسم ومتوضبه وحاجات كده يعني. دي برضو لحوم وحاجات وكفتات وكده. كمان كان في اكل جاهز، اول مره اعرف ان في اكل جاهز معمول تاخديه ليه على طول. اهو بصوا الاكل الجاهز اهو، بيتحط في علب برضو بتروحي بيه، مطبوخ، اكل مطبوخ. ده كل ده اكل مطبوخ جوه كارفور. ده بقى الميكاتو كراميلو نختم بيه.